السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يوم جديد وفيديو جديد. صورنا يا جماعه قبل كده عند عم مجدي زكي بتاع اللحمه، وطبعا ناس كتير قالوا ان اللحمه عنده بتاخد سويه كتير، بس يا جماعه ما شاء الله اللحمه بتاعته جميله جدا جدا. النهارده بقى جايين ليه نصور عند عم مجدي علشان الحواوشي. النهارده بقى يا جماعه عم مجدي بيعمل حواوشي تحفه تحفه، وطبعا اللحمه ايه يا جماعه اللي بيعمل منها الحواوشي. شايفين اللحمه شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، لحمه حمراء مفيش فيها اي كلام، يعني لحمه مستورده ولا اي حاجه خالص نهائي. وبكام بقى يا جماعه؟ ب 15 جنيه ما شاء الله. عم مجدي هنا بتاع الغلابه عامل تخفيض جامد يا جماعه. عم مجدي بقى يا جماعه فين هنا بقى يا جماعه؟ هنا قصاد الجامع الكبير، عشان لو اي حد هنا حب يشتري منه حواوشي او لحمه، العنوان هنا ما يتوهش. متسلسل قصاد الجامع الكبير، متسلسل قصاد الجامع الكبير. تعالوا بقى نشوف هنا ايه اللحمه بتاعته النهارده والحواوشي بتاعه. ايه يا عم مجدي ازيك؟ عامل ايه اخبارك؟ النهارده بقى يا عم مجدي سامعين ان انت بتعمل حواوشي ما شاء الله تحفه. ازيك يا عم مجدي؟ مرحبا يا باشا. جايين النهارده بقى سامعين ان انت بتعمل حواوشي تحفه. سوبر فوق سوبر لوك. وسامعين برضو ان اللحمه بتتعمل من اللحمه البلدي فعلا ولا ايه؟ من لحمه بلدي والله. لحمه بلدي بجد؟ والله بلدي كله بلدي. ماشي يا عم مجدي، بكام بقى السندوتش؟ ب 15 جنيه، اللي باعوه في البلاد الثانيه ب 80 والله. شايفين يا جماعه؟ مش معروف له هويه، بس هنا له هويه. طب اللحمه بتتعمل بقى من انهي نوع؟ اللحمه ما شاء الله عندنا غير كده. شايفين اللحمه يا جماعه؟ لحمه بقري ممتاز فوق الممتاز، وعندنا ضحايا ولا عندنا ضحايا. دي اللي بيتعمل منها الحواوشي. لحمه ما شاء الله، لحمه حمراء. يلا يا عم يلا يا عم سيبك من الصور دي كلها. انا قلت لك اما نخلص. وعندي العجول ضحايا جميع الانواع موجوده، بقري جمسي كل حاجه. طب احنا بقى داخلين على العيد الكبير يا عم مجدي. أيوة. عايزين نعرف بقى اللحمه ان شاء الله على العيد الكبير هتبقى عندك بقى عامله ازاي؟ ان شاء الله ب 300 ما هتزيدش جنيه واحد هنا. 300 جنيه؟ بشاف 270 بعض. 270 يا جماعه بعضمه 300 جنيه. امال احنا ابو الغلابه الان. احنا خلاص خدنا صيت ابو الغلابه. طبعا يا جماعه تعال صور بقى الحواوشي بره اهو. عندك حواوشي في الفرن يا عماد. تعال صور بقى ما شاء الله. عايزين بقى يا جماعه نشوف هنا الحواوشي في الفرن. بسم الله. اهو يا جماعه شايفين الحواوشي عامل ازاي؟ ما شاء الله، ولحمه بلدي. 15 جنيه الواحد عند عم مجدي زكي. عم مجدي زكي فين؟ قصاد الجامع الكبير متسلسل. ما شاء الله شايفين يا جماعه نظافه وما شاء الله مفيش اي كلام خالص نهائي. قلبوا لنا كده. ده طبعا 10. ايوه عشان في ناس بتتعب من الابيض. شايفين يا جماعه ودوشنا لقينا ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ هتنزل على اليوتيوب، عارف والله متابعك على اليوتيوب. متابعك على اليوتيوب. باي 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 سلام. ما شاء الله ولا كلمه يا جماعه. اهم حاجه النظافه في العمايل. طبعا. حاجه كده بقى ايه ولا كلمه، هتاكلوا وتشبع وانتم مطمنه. هات له كل واحد يحط حواوشي يا عماد. شايفين؟ بلدي بلدي يا جماعه. بلدي من لحمتنا اللي وراك. بلدي من اللحمه. والله لو على كده يا جماعه يبقى ما شاء الله رخيص بجد والله. والله ما هو جايب ثمن فعلا. والله ما هو جايب ثمن، حسبناه امبارح. بس هو بقى عم مجدي يا جماعه عمل عشان الناس كلها تاكل. هو اللي عايش شغال اهو. والله ما جبت منه. عشان كده ما بيخسش. شايفين؟ كله خضار ولا بس كان زمانته بقى النص. فعلا ايوه. ما هو عشان كده ما ما بيخسش. بيخسش شويه يا جماعه. شايفين تخن ايه؟ ما
شاء الله. لو في لعبه كان زمان تخس. فعلا. اصبر يا عم مجد اصبر. على ما يتصور يكون بيت. اصبر لما اخلص. هجيب لك تدوق عملت خالص حتى شايفين يا جماعه اللحمه عامله ازاي؟ شايفين والله العظيم. ما شاء الله. والله ما حد محل اللحمه اللي انت. الله يخليك. والله. ولا دخلنا هنا الا عشان خاطر. الله يصلح حالك. ايوه. الله يصلح حالك. وكل اللي يصور ولا كل اللي يعمل دعايات. ما شاء الله اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه اللحمه؟ والله لو انت هنا بتصور مكاننا جاي داخلين هنا ولا نشوف. شايف يا عم مجدي؟ الناس جايه كده عشاني. طبعا. لحمه يا جماعه ان شاء الله. ودي اللحمه اللي انت هتاخدوا منها في العيد. ام 300 والله ب 300. والله 300 بقى. يا عم مجدي عشان الناس لو جت لك تبعي. ولا زود جنيه ولا برد. عم مجدي خليك معايا، الناس لو جت لك تبعي ياخدوا نفس القطعيه اللي انا هاخدها. حاضر يا باشا. ماشي؟ عشان الناس بيقولوا احنا بنروح ناخد قطعيه ثانيه. خلاص ماشي. شايفين يا جماعه؟ والله. لحمه العيد الكبيره اهي يا جماعه. والله العظيم لولا انت ما احنا واخدين. ده لحمه بلد. لحمه ايه يا جماعه؟ لحمه. لحمه حمرا على الميزان. بس هو لا فيها لا شغب ولا اي حاجه خالص. اهي يا جماعه. اصبر يا ابني انت. ثانيه اهي يا جماعه شايفين اللحمه؟ ما شاء الله كل واحد بيروح يختار اللحمه اللي هو عايزها ويقطع بايده. احمد يا احمد افندي، والله يا اخوانا بنبيع ب 100 جنيه لحمه وبنرجع حاجه، واللي مطلع ال 100 جنيه ده معايا 2003 في جيبه، بس الناس سقعانه بس ما تزعلهمش. وانتوا لو حسبتوها صح هتيجوا تدوروا على فين وتاخدوا مننا اللحمه. احنا بيجيلنا من جميع انحاء البلاد. يا جماعه انا هدوق من الحواوشي وهقول لكم رايي ايه. من بره الشرقيه الثاني ياخدوا لحمه من هنا. ماشي. لحمه سوبر فوق السوبر، واسعار لا تقبل المنافسه. 300 جنيه ايه؟ وبتاخد كيلو 1000 جرام. انت رحت جبت 800 جرام ب 400 جنيه. ومفيش ضمير عند الناس. فعلا. وتقول ده لحمه مجد زكي كبيره. مفيش كبيره ولا حاجه، بتاخد نص ساعه زياده على النار بس بتشم ريحه اللحمه وانت طالع على السلم بتاع بيتك. احسن نفسي عم مجد فقير اللحمه عشان كبيره وبتاخد سويه مش حلوه. كل الكلام ده من اجل عشان مفيش حد يقول ده ايه ده مصر فيها غالي. احنا في عهد رئيس ربنا يخليه لنا وباركنا فيه. كفايه علينا الخير اللي موجود ده. كده كده يا غير. رغيف حواوشي ب 15 جنيه مش حاجه اللي بتباع في محلات غيرنا اهو. شوفوها على الطبق يا اخوانا، والله لحم بلدي ما فيش ثغره. يا جماعه اهو لحمه بلدي ما فيها ثغره وب 15 جنيه. ما شاء الله. ابني راح جايبه من بلد جنبنا ب 80 جنيه. ما شاء الله. اقول لكم اكتر من كده بقى. كل عام وانتم طيبين وبمناسبه العيد، وان شاء الله هتلاقوا حاجات حلوه، وهتلاقوا عندنا ضحايا برضه سوبر وعلف طيب والله احنا بناكل كيكه. كل عام وانتم طيبين. انت طيب يا عم مجدي. الناس المره اللي فاتت لما صورت لك الفيديو قعدوا يقولوا لي لا ده اللحمه بتاخد سويه كتير، ده اللحمه ما اعرفش ايه. قلت لهم يا جماعه ما شاء الله بتاخد سويه كتير بس جميله، شربتها حلوه. هو ما بتاخدش كتير والله. فاحنا عايزين بقى نوضح للناس يا عم مجدي. اتفضل يا خال. اتفضل. عايزين بقى نوضح للناس بقى يعني بتاخد سويه كتير ديت ما شاء الله نوعيتها ايه اللحمه دي؟ ما فيش سويه كتير ولا حاجه، ساعتين وشويه على النار. انت عاوز اكتر من كده ايه؟ ولا الناس اللي عاوزه تجري بقى وتصرمح. لا الناس كفايه بتستعجل. انك تشم ريحه اللحمه وانت داخل البيت، تحس انك بتاكل لحمه وتكون لابس تقول واكل لحمه. طب يا عم مجدي اي حد بقى هيجي من طرفي هديله قطعيه حلوه. كل هنا الناس سياه. الناس سواسيه كاسنان المش. ماشي يا عم مجدي. ولا يا عم شيخ فتحي؟ يلا ما فيش حاجه. توصلها يا ابني هو بكره لحمه ايه يا جماعه؟ شايفين اللحمه؟ بجميع الجهات. انا ب 300 جنيه الكيلو. اهم حاجه الميزان، اهم حاجه الميزان اهو اهم حاجه الميزان. لحمه ما شاء الله يا جماعه. ده نص كيلو يا اخوانا اهو، زائد 20 جرام كمان. نعمل اكتر من كده يا باشا. لحمه يا جماعه على الميزان اهي. روحت بقى يا جماعه البيت وقلت ايه اما ادوق الحواوشي بتاع عم مجدي وشوف عامل ازاي. هنا عند مامتي شوف كده مع بعض الحواوشي ما شاء الله. شايفين يا جماعه ما شاء الله مليان لحمه بلدي بجد طعمه تحفه. طعمه تحفه والعظيم بجد يا جماعه طعمه جميل بامانه.
من دي كمان لحمه بلدي وما شاء الله مليان على الاخر اهو. واحد بكام؟ ب 15 جنيه، يعني ايه بلاش، ولحمه بلدي مضمونه كمان. شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله حاجه جميله جدا ونظافه ومخدوم كويس جدا كمان، ومال اللحمه زي ما انت شايفه اهو، ولا زناخه ولا اي حاجه خالص، ولحمه صافي وطعمه بقى تحفه ما شاء الله. بامانه جميل جدا. لو عجبكم بقى فيديو النهارده واستفدت منه شجعوني بقى كده يا جماعه بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وطبعا زي ما قلت لكم اللحمه عند عم مجدي ب 300 جنيه. وسامعين كده هو قال لكم ايه؟ وطبعا احنا داخلين على عيد والناس كلها تشتري لحمه. فعم مجدي ما شاء الله اللحمه بتاعته والله يا جماعه والله بامانه جميله جدا. 300 جنيه كمان يعني رخيصه مش غاليه، بدل لا 400 ولا 450 ولا الكلام ده خالص نهائي. يلا السلام عليكم.